أنا كنت أحب أن أتفرغ فقط للإغاثة، لكن لما وجدت شباب ما شاء الله في ريعان الشباب في عمر الزهور ومسلحين وشجعانين وأهل دين، والشيخ عثمان طلب مني قال تنضم إلينا. قلت جيد، أرجع أولا إلى بيشاور إلى باكستان، رتب أحوالي، فرجعت إلى باكستان من جديد وبدأنا فتح، كان مكتب للحركة هناك، بدأنا بنشاط في فتح المكتب، ثم بما أخذت من أفلام وصور إلى الدكتور عبد الله عزام والشيخ تميم وإلى الأخوة الآخرين، ووقعت تحت ضغط الإخوان، تنظيم الإخوان العراقي الذين انفصلت عنهم، لأنهم أيضا كانوا يحاولوا أن يفشلوا عملي حتى على الأقل ما ننجح في تقوية الحركة، والحركة ما تصبح بديلا للإخوان الذي عمره من 52 يعني هم اعتبروا هذه الحركة مناوئة أو خصم. نعم، يعني ليس خصما ولكن في كل الأحوال يعني منافسة يعني، وأيضا منافسة ومسلحة ولها ارتباطها بإيران، فكانوا يخافون من تقويتها وخصوصا على هرمها الشيخ عثمان بن عبد العزيز، وينضم إليه مئات من أمثالي، فبالتأكيد تكون الحركة قوية. فبعدها دكتور عبد الله عزام الله يرحمه آزرنا، ولما أتيت بوضع اللاجئين كان وضع مزري جدا، فالدكتور عبد الله يرحمه ذهبنا معا إلى حكمة يار، قال ماذا نفعل لهؤلاء؟ دكتور عبد الله يرحمه، وهذه من حسنات الدكتور عبد الله ومن فضائله على الأكراد أيضا ولحكمة يار أيضا ولنواز شريف. هذا كثير من الأكراد حتى قادة الأكراد ما يعرفون. ذهبنا مع الدكتور عبد الله عزام إلى حكمة يار وقلنا ماذا نفعل لهؤلاء اللاجئين؟ قال أنتم ماذا ترون؟ دكتور عبد الله عزام رحمه الله قال مناطق كردستان يظهر لي أنه تشبه مناطق مانسيرا. مانسيرا مناطق جبلية في باكستان طيبة الهواء. قال لو تتكلم مع نواز شريف تصبح حملة دولية بالنسبة لنا، مثل البهاريين، نقل البهاريين من بنغلاديش إلى داخل باكستان وجعلوا لهم موقعا، أو أهل مناطق أخرى جاءوا وسكنوا في باكستان. قال لو نعمل مثل هذا العمل، يعني منطقة آمنة ينقل آمنة إليها، وتشبه مناطق الأكراد، يعني أيضا باردة في الشتاء والثلج وجبال ومناطقهم كذا. فعلى الأقل لو نضغط على إيران وتسمح لنا بنقل 70,000 50,000 مثلا، ونأتي ونسكنهم في باكستان من اللاجئين. نواز شريف أيضا وافق، وحكمة يار قال نعمل جولة في الخليج لجمع المال. فالحمد لله يعني كان مشروع شيء كان مهم، عملنا المهم في تقويتها، لكن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بأنه صارت تغييرات جذرية في مناطقنا، عدنا إلى كردستان بعد غزو صدام للكويت، تغيرت الخارطة. أي نعم. بعد وقف الحرب العراقية الإيرانية، الإيرانيين حاولوا تفكيك الحركة الإسلامية، ونحن كنا نحاول قدر الإمكان. بعدما دخلت أنا حاولنا قدر الإمكان أن نبقي القوى العسكرية فيها، لكن جاءت الحركة الإسلامية في زمن استخدم النظام الأسلحة الكيميائية، دمر 4000 قرية. يعني كان شبابنا يدخلون في أي عملية عسكرية استشهادية، يأخذوا التمر في جيوبهم أو الزبيب، مش حيرجعوا، ما يرجعوا. 45 يوم يذهبوا إلى الجبال لا يجدون ما يأكلوا إلا الأعشاب، لكن تحملنا. كنت أشجعهم وأقول الأفغان أسوأ حالا منكم ويواجهون قوة أشرس من قوات الحكومة العراقية. والروس استخدموا الغازات الكيميائية في بانشير أكثر مما استخدمت عندكم هنا، فتحملوا، ونشجعهم ونحرضهم فتحملوا الحمد لله. يعني شباب ما شاء الله كانوا جيدين، وأحيانا الشاب كنت أسجل كلمة لهم تشجيعية يسجلوا، والكاسيت يأتوا بهذه المناطق 50 كيلومتر بدون أن يكون فيها بشر غير الجيش والطائرات، هذا يأتي بهذا الكاسيت يوصلها إلى بغداد، إلى موصل، إلى السليمانية، تنتشر بين الناس. نعم.